مرحبا. بدنا نحكي عن البوصلة الثورية الكردية اللي ضاعت عند كتير ناس. فكروا فيها منيح، كيف الحلم الكبير، حلم الحرية والاستقلال، صار عم يصغر شوي شوي ليصير مجرد شهادة مواطن شريف من الدولة اللي محتلة أرضك. صار كتير من الكرد كل طموحهم انه يرضوا الدولة بدل ما يواجهوها. صار اقصى طموح لكتار من الكرد يكون مختار الحارة او نائب ديكور ببرلمان ما بيعترف اصلا بوجوده. هون منشوف في سلوك غريب شوي بيشبه متلازمة ستوكهولم. الكردي بيفرح إذا سمحوا له يحكي بلغته، وبيشكر الدولة المحتلة لكردستان على حق هو أصلاً حق مسروق منه من الأساس، كأنه منة أو مكرمة. عم نتعامل مع أبسط حقوقنا كإنجاز تاريخي، وكل هالتنازلات عم تتبرر بأسماء كبيرة وفخمة مثل الواقعية، حكمة، قراءة التوازنات. واللي بيوجع أكتر أنه هيدا السلوك منتشر عند النخب أكتر من الناس العاديين. سياسيين الكرد عم بيروجوا لاحتلال بلغة ناعمة، ومثقفين عم بيلمعوا صورة العبودية بمصطلحات حديثة. تحولت القضية من قضية تحرر وطني لمشروع تحسين شروط العيش جوات السجن. لهيك هالحلقة ضرورية اليوم برأيي، ضرورية لإعادة تعريف الهوية، لإعادة تعريف الطموح الكردي، ضروري لنكسر وهم القبول من الآخر. الشرف مش إنه الدولة المحتلة ترضى عنك. الشرف الحقيقي إنك ما تكون بحاجة لرضاها أصلاً. أنا مير، وموضوع اليوم حول بوصلة الحرية وكيف لازم يفكر الكردي اليوم، وبالمرة رح أحكي عن فخاخ العبودية. خلونا نبلش. أي مشروع تحرري بالعالم، أي قضية عادلة، بتبلش من نقطة واحدة: وضع تعريفات واضحة ودقيقة. لما المفاهيم تصير ضبابية بتكون هيدي أول الهزيمة. لازم نعرف مين نحن ومين هن، وشو طبيعة العلاقة اللي بيناتنا. اسمعوني منيح، أول مبدأ وأهم مبدأ: الكردي هو ابن كردستان، مش ابن الدولة الاحتلال اللي حامل جنسيتها. الجنسية هي وضع قانوني مؤقت ومفروض عليك، أما الهوية فهي مسألة وجود. لما الواحد يعرف عن حاله سياسيا أنه كردي سوري أو كردي تركي، هو بيكون عم يعطي قبول ضمني بشرعية التقسيم اللي صار لأرضه. وهون لازم نكسر فكرة تانية خطيرة: الكرد مش أقلية. الكرد مش أقلية ضمن دول لقيطة مصطنعة على جغرافية كردستان. الكرد شعب مقسم. هيدي مش مجرد تغيير بالكلمات. لما تقول أقلية، لغة خطابك بتصير لغة شكوى ومطالبة بحقوق ثقافية صغيرة. بس لما تقول شعب مقسم، لغة خطابك بتصير لغة سيادة ومطالبة بحق تقرير المصير. كل شيء بيتغير. شو هو الاحتلال؟ مش بالضرورة يكون في دبابة واقفة على باب بيتك. التعريف السياسي واضح وبسيط: الدولة اللي بتسيطر على أرضك، بتمنع سيادتك وبتفرض عليك قوانينها وثقافتها وحدودها، هي دولة احتلال مهما كان اسمها أو خطابها. الاحتلال بكفي إنه ينكر وجودك كشعب ليصير اسمه احتلال. وهون لازم نفهم إنه الدولة المحتلة مش شر ميتافيزيكي مقدر من آلهة أو من الشياطين. هي ببساطة منظومة مصالح وقوة.
هالفهم بيمنعنا من شيطنة الشعوب وبيخلينا نركز صراعنا بالمكان الصح ضد السلطة والمنظومة مش ضد الناس. وهيدي نقطة جوهرية بتحافظ على عدالة قضيتنا الأخلاقية. الشعب السوري أو التركي أو الإيراني أو العراقي مش هو الخصم. الخصم هو النظام السياسي والأمني اللي بينكر وجودك وبيقمعك. أي خلط بين الشعب والنظام هو خدمة مجانية لخطاب الاحتلال وبيضاعف قضيتك. غضبنا لازم يكون موجه للمنظومة مش للناس اللي عايشين تحتها مثلنا. بس التعريفات وحدها ما بتكفي إذا كان العدو الأكبر معشش جوات راسنا. خلونا نحكي شوي عن الفخاخ العبودية اللي انزرعت بعقولنا. أخطر أنواع الاحتلال مش احتلال العسكري برأيي، هو احتلال العقل. لما المحتل ينجح انه يخليك تفكر بلغته وتتبنى مصطلحاته بيكون حقق انتصار صامت بدون ما يطلق رصاصة واحدة. بتعرفوا شو أكتر كلمة بترعبنا نحن الكرد؟ الكلمة اللي بيضلوا بلوحوها في وشنا ليخلونا نبلع لساننا: انفصالي. هيدي الكلمة هي سلاح نفسي مصمم خصيصا لإسكاتك. الانفصال مش تهمة، الانفصال شرف عظيم لما يكون الانفصال عن الاحتلال. بالعكس، التهمة الحقيقية هي انك ما تكون استقلالي. الانفصال بيصير بين أبناء شعب واحد وهوية واحدة. الاستقلال بصير عن محتل غريب عن أرضك وهويتك. انت ما بتنفصل عن اللي محتل أرضك ومنتهك كرامتك، انت بتتحرر منه. محاولة الكردي يضل يبرر ويثبت انه سوري وطني او تركي مخلص هي فخ كبير. شوفوا حواليكم، العلويين الدروز بسوريا حاولوا يثبتوا عروبتهم وإسلامهم، بس هالشي ما حماهم. تغيير الهوية لم يحمي أحدا. ليش؟ لأنه بنظر من يحمل ثقافة الغزو منطق السيادة عندهم بسيط، هن أسياد والباقي تابعين. ولو شو ما عملت ما رح تصير واحد منهم. التحرر بيبدأ لما تسقط هالتهمة من راسك. تاني فخ بدي أنبهك عليه، انتبهوا للكلمات اللي بتستعملوها. اللغة مش بريئة أصدقائي. مصطلحات مثل أقاليم، مكون، أقليات، اندماج، هيدي مش كلمات محايدة. هيدي مصطلحات المحتل اللي بتكرس رؤيته للواقع. اللغة بتصنع الواقع، واللي بيتبنى لغة المحتل بيفكر بعقله من دون ما يحس. بدنا ننتبه كمان إلى فخ الواقعية والتطبيع. في خيط رفيع كتير بين الواقعية والتطبيع. الأول هو تكتيك للبقاء، والثاني هو خيانة فكرية. لازم نعرف الفرق منيح. الواقعية هي أنك تتعامل مع مؤسسات الدولة المحتلة لأنك مجبور، بس بدون ما تعطيها أي شرعية أخلاقية. بس التطبيع هو أنك تقتنع بقلبك وعقلك أنه هيدا الدولة هي دولتك الطبيعية. الواقعية بدون تطبيع هي المعادلة الصحيحة. وهون لازم نحذر من خلط تاني. الهدوء السياسي مش سلام. الهدوء السياسي مش سلام. غياب القتال السياسي طبعا ما بيعني انه في عدالة. الاستقرار اللي قائم على انكار وجودك هو شكل بطيء من اشكال العنف. خلونا بنرجع للنقطة اللي حكينا فيها بالبداية. اسمعني منيح من فضلك.
قصة الشكر على الحق المسروق هي من أخطر الأمراض، بس خلونا نفصلها أكثر. لما الدولة المحتلة تعطيك حق من حقوقك المسروقة، هيدا مش مني أو فضل، لا امتنان للمحتل ولا شكر على حقوق مسروقة. لغة الشكر بتحول الحق لهيبة، والهيبة بتتحول لأداة ابتزاز سياسي ضدك بالمستقبل. حقك بتاخده وانت رافع راسك، مش وانت عم تشكر سجانك. طيب، بعد ما نبهنا على بعض من فخاخ العبودية، هلأ كيف نعيش كل يوم تحت سلطة دول الاحتلال من دون ما نخون القضية؟ يعني شو هي قواعد الاشتباك السياسي والاجتماعي؟ العيش تحت سلطة احتلال بيفرض عليك تحديات يومية، لهيك لازم يكون عندك مجموعة قواعد اشتباك الذهنية والسياسية واضحة، بتحمي القضية من التآكل وبتخلي البوصلة دايما موجهة صح. علاقتك مع الدول الأربعة، سوريا، تركيا، إيران، عراق، لازم تكون علاقة جوار سياسي مش انتماء وطني. هودي جيران مش أوطان، ولأنها علاقة جوار مش انتماء، هالشي بيعني بالضرورة شغلتين أساسيتين. أولا، عدم انجرار إلى معارك ليست معركتك. صراعات هالدول الداخلية أو بين بعضها مش قضيتك. الكردي مش لازم يكون وقود مجاني بحروب الآخرين. ثانيا، المعيار الوحيد للتدخل هو الضرر الكردستاني المباشر، يعني موقفك تاخده فقط لما أرضك، لغتك أو حقك السياسي بينمس. اللي ما بيأذيك ككردي ما بيلزمك كقضية. هون مربط الفرس. القضية هي قضية تحرر مش قضية اندماج. الهدف مش تحسين شروط السجن، الهدف هو كسر منطق السجن من أساسه. أي خطاب بيدعو للذوبان باسم المواطنة هو تفريغ للقضية. ممكن المحتل يعرض عليك بعض الحقوق مقابل انك تتخلى عن حلم السيادة. انتبه، اللغة، التعليم، الثقافة، الإدارة الذاتية، كلها أدوات بقاء أساسية، بس هي مش بدائل عن حق تقرير المصير. اللي بيقبل بالحقوق مقابل التخلي عن الجوهر بيخسر الاثنين مع بعض بالنهاية. تاني شيء، المشاركة بمؤسسات الدولة المحتلة ممكن تكون تكتيك، بس لازم نكون واعين لحدودها. التمثيل ليس اعترافا، يعني وجود نائب كردي ببرلمان أنقرة أو دمشق ما بيعني أي شيء إذا ما كان في اعتراف بالحقوق السيادية للشعب الكردي. التمثيل ممكن يكون مجرد ديكور أو أداة لاحتوائك. تاني شيء، القانون المفروض مش عدالة. القانون اللي انكتب بدونك وفرض عليك مش عقد بينك وبينه، هو وثيقة الخصم ضدك. الدستور اللي بينكرك هو عقد ضدك. أي دستور ما بيعترف بالكرد كشعب وبكردستان كوطن هو وثيقة موجهة ضدك، حتى لو حطوا لك فيه كم حق هيك شكلي للزينة. طيب، إذا رفضنا كل هيدا، كيف نبني عقلية التحرر للمستقبل؟ هيدا أهم جزء بالحلقة. الموضوع مش بس الرفض، الموضوع هو بناء مشروع بديل، مشروع ببلش من العقل، من الوعي، من طريقة التفكير اليومية. قبل الأرض وقبل السلاح في شيء اسمه وعي. السيادة بتبلش بالوعي. الكردي اللي بيشوف الاحتلال دولة طبيعية وبيتعامل معها بهالشكل هو خسر المعركة من قبل ما يبلش. لازم نضل متذكرين المجازر، التعريب، التتريك والتفريز.
الذاكرة مش للثأر، الذاكرة هي لمنع تكرار الجريمة بصيغة جديدة. لازم نرفض الرواية التاريخية اللي كتبها المحتل. لما تكون معيشتك مربوطة بشكل كامل بمركز الدولة المحتلة، هيدا بيعطيهم أداة سيطرة عليك. الاستقلال الاقتصادي هو جزء أساسي من التحرر، والتنمية اللي بتجي من المحتل بدون سيادة هي فخ. الأساس هو أنه القضية فوق إيديولوجيات، يساري، ليبرالي، قومي، كل هيدا بيجي بعد كردستان. الانقسام الكردي مع أنه مأساة بس ما بيبرر احتلال أبدا، وبنفس الوقت بيوضح لنا أنه التحالفات تبنى على مصالح لا العواطف، لا صديق دائم ولا عدو دائم، بس مصلحة كردستان هي الدائمة. ولأنه مصلحتنا هي الأساس، لازم نعرف أنه القضية الكردستانية غير قابلة للتأجيل بحجة أنه الوقت غير مناسب. وكرمال ما نبقى أسرى للواقع، لازم نتذكر أنه المستقبل لا يبنى برد فعل فقط، لازم نقدم رؤية بديلة وواضحة. هيدا بيتطلب نفس طويل، لأنه التحرر مسار طويل مش لحظة واحدة. الهزائم العسكرية ما بتلغي الحق، فالقضية ما بتموت بالهزيمة إلا إذا أصحابها تخلوا عنها ذهنيا. وبالنهاية كل هيدا بيعتمد على مبدأ واحد: ما حدا أدرى بمصلحة الكرد أكتر من الكرد. ما بدنا وصاية من حدا، قرارنا لازم يكون بإيدنا. الرسالة الأساسية هي أنه الحرية قبل ما تكون واقع جغرافي وسياسي هي حالة ذهنية، هي قرار وعي، هي طريقة اللي بتشوف فيها حالك والعالم كل يوم. ابني وعي، لأنه الحرية بتبلش من هونيك. هيدا هي البوصلة. لما تكون هالأفكار واضحة براسك، ما حدا بيقدر يضيعك أو يضحك عليك. شكرا كتير على استماعكم. بتمنى تشاركوا الحلقة مع كل شخص بتحسوا أنه بحاجة يسمعها، لأنه الوعي هو أول خطوة على طريق الحرية. إلى اللقاء.